لا تزال تداعيات الفيديو المسرب لأحد المجرمين المسبوقين في الجزائر والذي يظهر فيه وهو يتعدى على شاب مسكين هو وأفراد عصابته ويحاول أن يخلع ملابسه بالقوة. يصنع الحدث خاصة مع تفاقم ظاهرة الإجرام وتكاثر المجرمين في الأحياء الجزائرية. ويبدو أن مسلسل البحث عن البلطجي هشام الوهراني سيطول أكثر من المتوقع، خاصة بعد تداول جزائري صور له في قارب للهجرة الشرعية ووصوله إلى بر الأمان في إسبانيا، حيث يمضي وقته في الشواطئ مع الشقراوات منذ أشهر، وبذلك يكون قد أفلت من السجن. لكن لا تزال الفرصة قائمة لأخذ القصاص منه بمساعدة من المغتربين الجزائريين في أوروبا، والذين طالبهم الشعب الجزائري برفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص للحكومة الإسبانية لكي تقوم بترحيله إلى الجزائر وتأخذ العدالة مجراها إذا ما تم التأكد أن هشام عطية موجود فعلا بالأراضي الإسبانية.